دياب الاستاذ عمرو دياب المغني، فكنا بنسمع كل اسبوع انا واستاذ الصباحي وشريف هو كتب احسن مغني في مسابقه مشهوره في الغنى يعني. فاحنا ثلاثه نقعد في الاستوديو في بيت عمرو دياب كنا بنطلع على الهوا نقول التحفيز بنتكلم على الاثار. وانا على الهوا على دياب اف ام جالي رساله من طالب بيقول لي احنا الدكتور بتاع الجامعه بتاعنا بيقول لنا ان بني اسرائيل اشتركت في بناء الهرم. احنا تقريبا في الدور الرابع او الخامس وقدام النيل، لوهله جالي فكره كده نفتح الشباك. طيب حعبي يبقى حعبي هو رمز ديناميكيه حركه المياه. حعبي لو لاحظتوه في المعابد المصريه القديمه هتلاقوا في حاجه لذيذه قوي. المصري القديم يحطه لما يجي ينحته في حتت كتير تمام، لكن يحب ينحته اكتر في الريجستر الاخراني من المعبد. يعني تلاقيه طول ما انت ماشي كده تلاقي حعبي هنا، تلاقيه حاجه ثانيه بس اغلبه بيبقى هنا ماسك بقى معيد القرابين طالع من دماغه بقى اللوتس والورود بقى المنظر اللي بيبقى عندنا وصدور مقابل. فهي فكره ذكيه جدا صح؟ لان حعبي المتحكم في ديناميكيه حركه المياه يكون فين في المعبد؟ في اللور ريجستر، في الريجستر الاخراني اللي هو الاسفل من المعبد. ليه؟ فمن ضمن التفسيرات المنظره يعني من التنظير من النظريه يعني بيقول لك ان لما يحصل الفيضان ويخش المعبد حعبي الله انا الناس دي صح فكره عجيبه يعني فكره حعبي هتلاحظ بقى هو وصل شويه كده كبيره كده فهي يقول لك عيب يعني عجيبه قوي ان انت هنا لما دي لاحظتها برضه مع شغلي مع الاجانب لما الرجل المصري يتزوج وبعد تقريبا 6 ساعات يطلع له كرش من الجواز 6 ساعات ما تاخدش اكتر من كده فالناس يهنوه شكلك سعيد المصري يبقى عنده كرش يتجوز 6 ايام فات ومفيش كرش واقف في النادي ومجانس وعضلات والجيم ويجري يلف التراك 10 مرات مش بطال متضايق مش هيكمل العكس صحيح مع الاجنبي العكس صحيح جاي بيديك انت فات ومفيش بتاع ومفيش مش عارف ايه يقول لك يا سلام يقول كده برضه كده شوف ازاي برضه في تثير اهتمامك ازاي الحضارات المختلفه تنظر الى نفس الشيء بس بشكل مختلف. هنا حعبي بطنه كبيره وصدره كبير لان ده ليه دعوه بنفس المنظومه اللي انا بكلمكم فيها دي فكره الثراء والغنى والخصوبه والصحه والزياده. ها يقول لك ايه؟ يقول لك the year of plenty بالانجليزي يقول لك ايه؟ السنه اللي كان فيها قمح كتير، السنه اللي كان فيها ايه؟ السنه اللي كان فيها فواكه كتير كده ها؟ year of plenty السنه بتاعت كتير. فده ليه حعبي ببطن كبيره وصدر كبير للخصوبه ولا الحاجات والوقفه برافو عليك كده صح مظبوط دي كلمه مظبوطه الوقفه. وبعدين الحزام بتاعه اللي هو لابسه اللي واضح قوي في ال5 جنيه هو حزام يطلق عليه حتى في كتابي استخدمت اللفظ كده المراكبي حزام المراكبي. انتوا عارفين انا اسكندراني فانتوا عارفين في مثل مشهور قوي ومثل مجحف اللي هو يقول لك ايه عزومه مراكبيه. فانت تقعد تفكر في المثل ده ابقى اعمل لكم كده محاضره كده على اصل الامثال بتاعتنا العجيبه فتلاقي ايه بقى هو مش قصده فكره ان هو بيعزمك وعارف ان انت مش جاي هو فكره ان اللي يعرف الصيادين يعرف ان الصياد هيبقى طول اليوم بره في المركب فبياخد معاه الاكل بتاعه فبيجي وقت الغداء فانت معدي على الكورنيش وهو جوه في البحر فانت شايفك هو بيقول لك اتفضل. طبعا انت عشان تتفضل وانت لابس جاكيت ابيض كتان زي اللي انا لابسه بتاع النهارده دوت ها والقميص الجديد ثاني لابسه ده بتتكلم على التاريخ بتتكلم على ده ثاني لابسه كويس وبتاع مش عارف ايه وتروح ايه هتضطر انت تنط في كل ده بالميه وتعوم واخد بالك وتطارع الحيتان والقروش لغايه ما توصل عنده هتحتاج ان هو خلاص الغد. فهي دي عزومه المراكبيه ان هو بيعزمك وهو يعلم تماما ايه ان انت مساحه هتعمل كده او ده العكس بتاع اللي احنا بنقصده هو كرم من الراجل ده انه بيعزمه رغم انه عارف انه استحاله ان هو هيقدر معاه ده برضه يعني. طبعا ده بيختلف اختلاف بقى الاجنبي اللي هو انت بتفضل والله
ده انت واكل، لا يا راجل ده بتغادي، لا وانت واقف هتسيبني يا راجل عيب، وانت برضه كمان عليك بخيل. احنا عندنا 500 حاجه في ده هناك. انا جربتها مره وقعدت طول الوقت مش واكل، رحت لقيتهم عاملين ما كانوش يعرفوا عاملين ساندوتشز فيها يعني بورك وكده خنزير وكده، وانا مش مربوط. فقلت لهم انا ثانك يو، وعملت طريقه مش عارف ايه وبتاع، بليز يا شباب، قلت لهم نو ثانك، خلاص هي كده، بليز نو ثانك، انتهيت. صوم كمل الصيام بتاعك لغايه الليل لما تطلع بقى وتروح تشوف اي حاجه بقى زي حاجه على جنب ولا بتاع. عارف هناك بعد الساعه 5 جو ستيدي في لندن، يعني مفيش حد بيتحرك لندن غير المتشردين والمخمورين. فده الاستاذ حقق في 5 جنيه. وكمان في منظر لطيف قوي على الشمال لبعض البقر ولبعض الحيوانات الجميله دي على ال5 جنيه الانجليزي. لو لفينا بقى على ال5 جنيه من الناحيه الثانيه هنلاقي رسمه مسجد احمد ابن طولون. طيب احمد ومفهومه صح ولا صح؟ طب عمرك ما فكرت بقى في نفسك كده يعني ايه طولون بالضبط؟ ده في فرنسا بقى اسمه مش عارف ايه بقى طولون مش عارف ايه في فرنسا. فرنسا في حاجه طولون في فرنسا، حاجه طولون ولا حاجه جنب مارسيليا. طيب فده مش معقول، يعني مش معقول هتبقى دي ليها علاقه باحمد بن طولون المسجد بتاعه. انتوا عارفين طبعا ان مسجد احمد بن طولون مبني فوق جبل يشكر، لان دي قبيله اسمها قبيله يشكر، وده الجبل اللي بيسمي هو مش جبل بقى دلوقتي، ده عباره عن تل هتمشي في اخر شارع لما بتعدي سبيل ام عباس بعد شارع السيوفيه. سبيل ام عباس ده واخد الامه بتاع شارع السيوفيه، ويقال ان ضمن يا شارع السيوفيه لان كان بيتعمل فيه سيوف. شارع السيوفيه ده هفكركم فيه ايه؟ قصر الامير طاز اللي هو انتوا كلكم بتروحوا تحضروا فيه الاحتفالات، واللي انا ضد انه يتعمل فيه احتفالات. هو احنا كل قصر هنطلع نعمل فيه احتفالات؟ مش كفايه زوري؟ وانا عاشق للتنوره، انا الفن الوحيد اللي بخلي السياح عندي يتفرجوا عليه بحب هو التنوره. انا كنت اطلع على كروز، كنت المرشد السياحي الوحيد في مصر المجنون اللي كان بيمنع البيلي دانس. واحد يقول لك رسام ولا لاخوانا رسام مش عارف ايه، ما كانش لسه كده للاخوانا كويس كده. يا عم الرقص اللي انتوا بتسموه شرقي ده ملوش دعوه بشرقي اولا، يعني زائد ان هو طبعا من وجهه نظر انا يعني حاجه ليها دعوه يعني حاجه مقنعه كده ومش عارف ايه وبتسمع كده بيحكي بقى بشكل مختلف. فسيبك من دي من الناحيه الدينيه كلنا عارفين انها غلط، لكن انا بتكلم هنا على انها حاجه مالهاش دعوه بمصر. هو انا ليه بقى ما بوريه معابد الكرنك؟ وانا هنا لاحظتني بقى بستخدم كلمه ايه؟ برافو عليك، برافو عليك كمان معابد الكرنك، ما قلتش معبد. معبد الكرنك ده تحطه لما اقف قدام جحطمس الثالث كده هو وانا في معابد الكرنك اللي هو خطأ جحطمس الثالث، والاقي الراجل دوت بيقول لي على 17 حمله عسكريه نجح في الانتصار فيها. ايه الراجل ده؟ ايه القياده العسكريه الرهيبه؟ ايه التكتيك العسكري الرهيب ده؟ انت بتتكلم ايه؟ انت بتتكلم على انت بتحارب مش بتحارب فرقه كوزموس للبولو ولا مش عارف ليه، انت بتحارب ممالك ثليده في اسيا، ثليده قويه شديده البأس، هتنتصر 17 انتصار، وكل ما ترجع تروح قايل شكرا يا ابو راح، شكرا يا مش عارف مين، شكرا تروح ناحيه ان انت انتصرت. تحطوا ستات الفرنساويين بقى في كتبهم نابليون بونابرت اوف انشنت ايجيبت. يا سلام، التحطس الثالث هو اللي نابليون بونابرت بتاع مصر القديمه. يا راجل ده انت شعره من التحطس الثالث وقعت منه كده وهو ماشي، ما تجيش انت فيها كلك على بعضك بتاريخك يا فرنسا، تيجي بتاريخ التحطس الثالث. وبالمناسبه التحطس الثالث عشان الناس بتقول تمثاله اللي في الاقصر، اللي انا شخصيا كل ما بروح معاه بقف قدامه اعمل له كده. التمثال الوحيد اللي انا بقف قدامه ما بعرفش اقول له اديني فيها بس عشان اعرف استوعب الجمال بتاع التمثال. حته التمثال انا بعتبره احسن تمثال اتنحت في العالم، اجمل تمثال اتنحت في العالم هو تمثال التحطس الثالث في متحف الاقصر بمدينه الاقصر الان. وبالمناسبه هو كان اجمل ملوك مصر بشكل، يعني اجمل الشاب الجول بتاع مصر القديم من غير ما يطلع ناقص وغير ما يتنزل البنطلون وغير الكلام ده. عمره ما كان ليه. وبعدين يجي في الصلاه يروح عامل موقف مش عارف ايه. طب يب 500 مره اكتب له على الفيسبوك لا ترتدي بنطلون ساقط وانت ذاهب الى صلاه الجمعه.
يا اخي انا طب قلد دي وقلد الحاجات الثانيه اللي هم بيعملوها ما عنديش مانع. وانا جاي للبنات لسه مش هتهربوا مني. فاذا احمد مفهومه وابن طولون، لا طولون مش مفهومه بقى. طولون يا جماعه اسمه ده راجل جاي من، هتستغربوا، راجل جاي من منغوليا، من اسيا. هو اصل منغولي. طولون دي اصل منغولي اسيوي، لكن الكلمه تركيه. الناس دي كانت بتهاجر وبتروح تتباع وبيشتغلوا فيها حاجه زي المماليك كده يعني. كويس كده؟ معناها ايه بقى طولون؟ البدر الكامل. ايه الجمال ده؟ الجمال ده كلمه حلوه كده. كلمه خليك كده يا عم. كمان اسم بدر اسمه حلو. صح، في اسماء كده يعني. انا بالنسبه لي في ايه زي ده؟ في مثلا اسماء حلوه، طاهر، نور. انا ابن اخويا انا ابن اخويا نور مثلا، عايشين في امريكا. نور. في اسماء كده تحس فيها قمر. مش كده؟ قمر وقمر ايه؟ كامل. قمر 14 بدر كامل. طيب الحكم الاسره السورية دي يا جماعه اسره عجيبه في الشكل والمنظر. ليه؟ لانها اسره اثرت في التاريخ الاسلامي في مصر بشكل كبير جدا، وما حكمتش الا تقريبا 37 سنه. بتتكلم على الفاطميين من 900 لل 1000، والايوبيين طبعا تاثيرهم الرهيب، وهكذا. ولذلك انا بقول لكم تزوروا هذا الجامع العظيم. جامع احمد بن طولون يا جماعه اكبر جامع في مصر. انا جايب ليه بقى؟ مساحته امسك نفسك بقى 6.5 فدان. مساحه مسجد احمد بن طولون 6.5 فدان. تحفه. وانت داخله، ارجوكوا بكره ان شاء الله روحوا صلوا هناك. وانت داخل هتبقى عارف السلمتين كده، هتلاقي قبل ما تخش على الجامع بروبر، يعني زي ادي الجامع اهو مثلا، وانت داخل مثلا من بره هتلاقي فيه الجامع متحوط من الثلاث جهات، مش 4، 3 جهات، باختراع رهيب اسلامي الاعمار الاسلامي اسمه الزياده. فانت تقول لي اكستنشن يعني؟ اقول لك لا. maybe a little bit of expansion maybe؟ اقول لك برضه لا. تقول لي ما هم بيقولوا عليه بالانجليزي، اقول لك الزياده. شفت لما كنت قوي كنت بتجبر الناس تعمل ايه؟ شفت لما كانت عقيدتك كده كنت بتعمل ايه؟ خلي اللي هناك هو اللي مش فاتح لي بتاع السوبر ماركت متر بمتر. سوبر ماركت سوبر ماركت. اما الميني ماركت هيتعامل ازاي؟ لما انت السوبر ماركت. لكن ده طبعا انتوا عارفين كويس تحت الدم المصريه واللي بانت جدا جدا 25 يناير 2014 والناس كلها انبهرت بيها، وبعدين احنا ابهرنا نفسينا الحقيقه بعد كده. ايه اللي بنعمله في بلدنا مش عارف، مش قادر استوعب يعني. احمد بن طولون اسس مدينه القطائع، وهي من المدن الاسلاميه والعواصم الاسلاميه في مصر الثريه، وهي قطائع لانها كانت قطائع احياء كده، وهيقعد بقى المجموعه دي هنا والمجموعه اللي بيتكلموا نفس اللغه دي هنا وبتاع حاجه يعني متحده. احمد بن طولون ده في منتهى العالميه اللي في الدنيا. وبالمناسبه المحاوله الجاده الملحوظه جدا بالانفصاليه عن الدوله العباسيه، كان خلاص هينفصل عن الدوله العباسيه، وكانت هتبقى اول حاله انفصال لمصر. بتتكلم على مساله دوله قويه جدا، ويظهر ان المصريين حبوه. وهو قال كلمه شهيره جدا قبل ما يتبني الجامع. قال ايه؟ قال عايز ابني جامع لا يحرق اذا حرق مصر، ولا يغرق اذا غرق. هو طبعا قصده لا يغرق اذا غرقت مصر يعني الفيضان، ولا يحرق فعملوه من الطوب اللي انتوا هتشوفوه هناك اللي هو ما بيولعش، اللي هو الطوب الاجمل، هو الطوب الاحمر. ده اختراع بقى. هو لما تروح تشوف هتلاقي الزياده دي عباره عن ايه؟ عباره عن حته فاضيه تبقى حاجه طول وطول يعني ما بين ابو نصر كده وبين الاستاذ ده الاحمر اللي ورا ده الجديد اللي ورا. خلاص
بينه وبين كده مش قاعده بقى فاضي فاضي. ايه دي؟ ده سكلوجن، ده اختراع رهيب، ده ساوند بروف، ده فكره الساوند بروف. صح ولا مش صح؟ فكره ان انت تقفل الشباك فايه ما تسمعش الضوضاء اللي بره. فهو عايز الناس اللي بتصلي جوه الجامع ما يبقوش سبجكتد للايه؟ لمين بيبيع ايه في سوق اللي مش عارفه ايه الثلاث وسوق مش عارف مين وايه تشتري مني ب2 ونص و1 ونص ومش عارف ايه وحاجات زي كده. كان انفلات امني يظهر امني كويس، والناس واقفه بتبيع الايه السويت شيرت ب 5 جنيه تحت الكوب. بيشتريه بكام عشان يبيع؟ فتوفي، احنا اتفقنا جبل يشكر فوق اهو. لا ده انا هقول لك مش صحراء ولا حاجه، انا جاي لك. هو احمد الدكتور توفي حوالي 50 سنه، توفى صغير برضه الى حد كبير يعني. توفي وهو عنده 50 سنه. لما تروح تقول امال ايه القصه، فتقرا في بعض الكتب بتاعه الموروث ان كان بيبقى في اسواق بتبقى جنب، يعني الناس بتحب قوي تعيش جنب الجامع، والناس بتحب قوي تعيش جنب الكنيسه. فتلاقي في كنيسه اتبنت، فتلاقي الاخوه المسيحيين كلهم راحوا بنوا ايه جنبيه عشان يتباركوا بالمبنى المقدس اللي بيتبعهم العقيده بتاعتهم. نفس القصه في الجامع، تلاقي حته شريط يقول لك انا على يمين الجامع، شمال الجامع، ورا الجامع. والجامع ده احنا عارفين كان للصلاه، وايضا كانت الناس بالايه؟ بتتعرف عليه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقعد المشوره ويقعدوا يعملوا الاجتماعات، مش كده ولا لا؟ مش هو كمان قائد؟ عندنا مقابله حصلت مع وفد نجران اللي هو الوفد المسيحي والنصراني وكذا. طيب فاذا من ضمن التنظيرات اللي قراتها تنظير لذيذ جدا ان كان في سوق جنب مسجد احمد بن طولون، وهذا السوق هيبقى فيه اكشن بقى، ناس بتزرق وناس بتقول طب ضربها طب خمسه كلام من ده. فهذه الزياده عملت بجد وبامتياز انها تفصل ما بين الضوضاء في الشارع الخارجي وما بين الناس اللي عايزه تتعبد داخل الجامع. فكان هناك ميناء، انتوا عارفين اهديبه اللي كانت ما بينها وبين النيل ما كانش فيه مبنى، فكان فيه مينا في النيل، فالناس بقى تيجي من بره معاها البضائع بتاعتها. وكان في قصه كده اتقالت في الموروث في الامثال الشعبيه ان هذا التاجر اللي جاي على المركب وعايز ينزل، فالناس بقى هتاخد البضائع بتاعته وتاخده من المينا تودي البضائع بتاعته لغايه السوق. ففي ايه ده؟ فبيدفع للراجل بتاع المركب، فالراجل بتاع المركب عايز ينزله فبيقول له لا الصالون، يعني انا لسه هنزل في صالون فاللي صالون. فدي كانت اصل فكره انا على قلبك لصالون. ده ما اعرفش كان الشباب فاكر او متعرف على المثل ده، لكن ده مثل مشهور جدا في الموروث الشعبي بتاعنا اللي هو دي قاعده على قلبه الصالون. انت بتقولها لكن مش عارف ايه حكايه معنى ان انا قاعد لصالون دي. هي القصه ان انا ايه من اولها دي ادي قصه. القصه الثانيه ان كانت الناس الحماله اللي هم هيحملوا البضائع بتاعتك ويزقوها يساعدوك في النقل بتاعها، يعني الشيالين بيبقوا واقفين عند المينا وبيصرخوا للسفن اللي رايحه واللي جايه في المينا يقولوا له صالون لصالون، انا بحاسب الحاجه بتاعتك لصالون. فمن هنا جت فكره لصالون او حته البال الطويل، يعني ان انت يبقى بالك طويل فتبقى هتقعد على ايه لصالون، انا قاعد لصالون، انا قاعد على قلبك لصالون بقى مش قايم كويس. فمن هنا جت. ولكن مره ثانيه على ورقه ال5 جنيه لقينا المأذنه الرهيبه الجديده العجيبه المتفرده الملويه بتاعت احمد الدكتور، غريبه الشكل والمنظر بالنسبه لاي ايه ميناء اخر. اول تفرد في هذه المأذنه انها فجاه مفاجاه. ليه؟ انها خارج جسد الملك. مفاجاه. وهو يا اما فوق الجسد يا اما في الجسد. طب دي المآذن بتاعتنا معروفه المساجد يعني. لكن ايه القصه؟ لدرجه انهم عملوا كوبري صغير يوصل ما بين المئذنه والجسد بتاعك. يعني انت لو عديت الكوبري ده تبقى فوق السقف بتاع المسجد، وتلاقي بقى البناء قدامك وفي الفواره اللي باينه كمان قدامك هنا اهو بتبقى هنا. يعني الفواره بتبقى هنا. الواد جاي لحضرتك بصوا يا جماعه ادي الفواره اهي. احمد بن طولون ادي الفواره. الفواره هي المقوره يعني. ودي بتبقى في منتصف الفناء. كويس كده؟ والمفروض ان دي تبقى كده يعني. تبقى هنا. الفناء هنا. كويس كده؟ ورا بقى لو انت واقف كده بتبص كده بتبص بقى تلاقي المأذنه بتحفر. المأذنه ايه بقى حكايه
البلويه دي، ودي على فكره خطر وانا بس بحذركم لو هتتسلقوها خدوا بالكم جدا 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 جدا، ودائما وابدا اجنحوا الى ناحيه اليسار. وانت طالع اجنح لليسار لا تجنح لليمين، لان هي السور بتاعها الى حد كبير قوي قوي مش عالي، او يمكن انا شاعر بكده ما اعرفش. رجاله بقول لكم خدوا بالكم، وفاكرين انتوا الاسطوره بتاعت زمان ما تبصش يا مسام عشان دماغك اتقل من جسمك، فاكرين دي؟ غلط، دماغك مش اتقل من جسمك، ولكن صح، لان فعلا لو انت جالك الدوار بيجي من الدماغ. على اي حال خلي بالكم ان السور ممكن يحصل فيه خدعه وتتخدع وتلاقي نفسك بعد كده على عباس ابن فرناس في محاوله جاده للطيران، ولكن كويس كده الثلاث جاي عشان ايه التسلسل، وانا معاك بعد المحاضره الكومنت كلها كده طلعتني بره. في الملويه، فالملويه دي يا جماعه بقى ده لازم يبقى فيه تاثر على طول كده في الفن الاسلامي او في الدين الاسلامي المعمار الثاني على طول يبقى فيه تاثر. طيب تاثر من ايه؟ هو متاثر بسمراء سر من راى، بلد جميله جدا الراجل كله يخشها يتفرج. الجمال ده الجمال العراقي ده، ايه الحضاره الفريده دي، ايه الحضاره اللي علمت الدنيا دي؟ ما احنا مش لازم كل حاجه مصر، لا العراق طبعا حضاره فريده، اور اقدم حضاره في العالم اسمها اور، ده غير بقى حضاره بقى الرافدين وبلاد النهرين وميزوبوتاميا، وخش بقى بعد كده اشور وبابل والسبي البابلي. والله يعني يمسيك بالخير يا ابو خذ مصر، اخدت الصهاينه واديتهم علقه في السبي البابلي. انت عارف ان الناس اللي سابوا هي السبي البابلي بتاع اليهود ده، انت عارف ان هم مش عارفين يرجعوا تاني فلسطين لما قالوا لهم ارجعوا بقى بعد السبي البابلي بعد ما اتهزم بقى العراق، اتهزم يعني مش عارفين يرجعوا، لان المهام والوظائف اللي العراقيين ادوها لهم كانت تحفه. بالك انا لسه عارفه وابدا من جديد بقى في فلسطين والشتات، وابدا بقى من اول وجديد ابني البيت، وطبعا انا معزز مكرم زي الفل، ففي منهم ما رجعوش، عشان كده يقول لك ده يهودي عراقي، اليهود ما رجعوش، بس الحمد لله ما طلعوا، الحمد لله ما طلعوا من هنا واخدوا الذهب بتاعنا والحلل وبتاع ياخدوه. يقول لك احنا مش عارف ايه، طب هات بقى الحلل والذهب بتاعنا اللي انت خدته. وعلى فكره بالمناسبه عشان بس شيء مستقيم الله يكرمك التكرار بتاع المعلومه اللي انا بتاكد منها، يقول لك ايه الحلم الصهيوني دوله اسرائيل الكبرى، دي كلمه مش كده ولا مش كده؟ يقول لك من ايه؟ من دي لايه؟ اسف اقروا التوراه كويس، اقروا التوراه كويس، هتلاقوا فيها من الفرات الى البحر الابيض المتوسط، يعني لغايه المغرب. اقرا تسمح التوراه، انا لسه الاسبوع اللي فات بدي لواحده اخت صحفيه قلت لها اهو صور لها التوراه وحطيتها لك كده الى البحر، وحتى يوميها قعدنا انا وهي نضرب كف على كف ازاي التوراه كتباها البحر الابيض المتوسط، والبحر الابيض المتوسط كان اسمه البحر الابيض المتوسط زمان، لغايه المسلمين كان بحر الروم، مش كده ولا لا؟ البحر الابيض المتوسط دي بتاعت امبارح. طيب نرجع مرجوعنا، سر من الراء كان عندهم المنويه تحفه من تحف المعمار الاسلامي، ما طبعا لازم يركزوا مع العراق، وطبعا لازم يسرقوا المتحف العراق في بغداد، ولازم الاثار العراقيه تروح امريكا، ما طبعا اللي معهوش تاريخ بيسرق تاريخ، معهوش تاريخ بيزيف التاريخ. واحنا بنروح نحرق المجمع العلمي ونزخرف ونلص. القصه الشهيره بتاع حرق المجمع العلمي اللي ايه؟ اللي في شارع اللي على يمين الشارع الخاص بالاثنين عيني. ثاني يوم هتلاقي الحمله اللي انا عملتها وكانت بتطلع على الطاوله وبتاع، والناس ست جميله والله يعني وسط كل ده، وسط السنج والتثبيت والقرف والبلطجيه، تلاقي واحده طالعه كده بتستند لك على الهواء في التلفزيون تعمل لك ازاي؟ استاذ بسام انت بتقول احنا كنا الورقه المبلوله مش المحروقه عشان تتنشف 30 جنيه، تكلفتها المكنه بالجهاز بتاع التنشيف ده 30 جنيه. فانا كنت طالع في التلفزيون بقول لهم يا جماعه دلوقتي احنا عايزين فلوس فضل الارض كده قصه ان الارض ياخد فلوس وهو اللي يجيب المكنه دي تكلفه 30 بس ونعمل الموضوع ده. اتصل البنت جميله عمري ما عرفتها ولا سمعت اسمها صوتها بعد كده. استاذ بسام خد معاشي وده انا بشترك ليك في الجهاز اللي انت عايز تجيبه عشان تنشف الورق.
ما قالوش بقى كان الورق دوت ورق توراة ولا انجيل ولا ورق بتاع فرنسا ولا ورق بتاع مصر. ايه حضاري عندك في بلدك وانت بتحرقه. ثاني يوم الصبح لما رحت لقيت الدخان لسه طالع من المبنى. فانا عايز اخش بقى ايه اخلص جوه بقى واعمل بقى سوبرمان بقى اخلص بقى بقى واطلع بقى الشباب بقى يبقى شوف نثبت بقى ان احنا واقفين اصلا. فانا ده طوب بين الصور. فالمهم ايه ما عرفتش اخش طبعا الضغط. من ساعه بقى طلع لي واحد من الشباب اللي واقف قدام المبنى ماسك الطاسه الزرقاء اللي بيسوى دي بيعملوا فيها بيض. فماسك الطاسه استاذ اسلام احنا عارفين ان حضرتك متضايق يعني. 197,000 مخطوطه بتتحرق يا اخوان. قال لي مش احنا اللي عملناه. مش احنا والله مش عارف هم عايزين مننا ايه. مين هم؟ مين احنا؟ خلاص. فقال لي ايه؟ قال لي بس انا مؤاخذه استاذ اسلام يعني البني ادم ولا الكراس يعني يا مؤاخذه. بني ادم طبعا يا راجل. قلت ايه؟ قال لي انا عن نفسي ما رميتش غير ازازه مولوتوف واحد. قلت له ولا بتعمل حاجه. مش هي دي اللي احنا شفناها في التلفزيون نزلت فوق شجره واتطفت بعديها بشويه دي حبه جاز على حبه تراب على حبه مصامير في ازازه طالع منها خرقه مولعه نار مرميه بتحرق 197,000 مخطوطه بتحمل ضمير العالم يا راجل. بس انت شكلك هو طبعا بيكلمني هو مش فاهم انا مين اصلا. هو ده انا بتخيل الراجل ده هو مستر ترابادور يعني هو ده مش واحد ترابادور هو ده مستر ترابادور شخصيا. ده كان شرف ليا ان انا اقابله الحقيقه في حياتي يعني. ما حاجات في حياتي كمان انا وانا بدرس ومن ضمن الانجازات انا لسه قابلت الولد ده. هو كان بيكلمني هو مش شايف بالذات يعني هو بيكلمني وهو مش شايف اسمي عبد العزيز. شايف منى فين حياتي كنت شايف هو شايف حاجه ثانيه خالص. ودي كانت الشخصيه كنت القبات بشكل مرهق. رحنا نملى فيها 4 ايام قال لي اه طلع قلت له بالفضل ما توصلتيش لان هو عرف ان انا رايح المتحف المصري. قلت له لسه بالذات ما تجيش المتحف المصري خلصت على الناس مع العلم بص المتحف المصري اللي بظلمك. كان اوريدي طبعا ايه قاموا بالواجب يوم 28 يوم الجمعه 28 يناير وطلع المسؤول الاول عن الاثار في مصر يوم 29 السبت وقال لك المتحف بخير ومصر بخير. يوم 13 فبراير بعد ما مبارك اتخلع بيومين قال لك المتحف صورة مصر ليست بخير. ايه اللي حصل؟ ايه الفرق؟ كنت بتقول كده ليه وكنت بتقول بعدها كده ليه؟ وعايز تكتشف من اول 18 قطعه بيعلنوا عن سرقتهم كلهم جايين من الاسره 18. انا درستها وطلعت الاخبار في صفحه كامله قلت لهم كده كل نصوص المتحف اذكياء. تركوا الذهب وتركوا الحجاره. هو مش كان ممكن يسرق الذهب؟ ما سرقش الذهب ليه؟ سرق 18 قطعه من الاسره 18 اشمعنى؟ لان الاسره 18 هي اسره بياعه في سوق الاثار. الاسره بتاعت حاج فلوس والحاج الثالث والملكه دي وتقييمك وجحفظ الثالث الاساتذه الكبار ناريون نفرتيتي هو بالظبط كده. فلذلك الاساتذه الكبار انا انت لو جبت لي ذهب في الاسره ال 11 ولا بتستنى شويه يعني. طب ده انا معاك مثلا الاسره الثامنه خد علينا بكره يا سيد. طيب معايا طعام مخفته من ال 18 خد 5 مليون. نرجع مرجوعا لاحمد المنصورون. احمد المنصورون في لوحه تاسيسيه لوحه فيها لغايه دلوقتي في المسجد ارتفاعها متر و6 يعني متر و60 يعني متر عشر 6 ده ارتفاعها. انا ليه بقول لك على التفاصيل يعني. وعرضها 70 سنتيمتر. دي اقدم لوحه تاسيسيه تقريبا. لوحه تاسيسيه أسس المسجد ده كذا كذا وآيات من القرآن ودعوات وكده ودي كانت في هذا. طبعا هنتكلم على 800 عشان الناس اللي عايزة تعرف الرقم 879 ميلاديا وترهيب والإضافات. في حاجات حصلت في الجامع ده بعد كده تكتير ومش عارف ايه وحاجات زي كده. فرمم وأضاف وعمل سلطان جميل قوي مع كام السنتين كلهم على بعضهم اسمه المنصور حسام. بصوا اللي جاي ده المنصور حسام الدين اللي جاي بقى انتوا كلكم هتفتكروه لاجين. لاجين ده سلطان عمل اضافات يقول لك لاجين مين لاجين كويس. المفروض ان هو اسم مشهور يعني في التاريخ